ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله جاي لكم فيديو جديد. اول حاجه كده جبنا الكرنب من الارض، من عندنا في الارض. جبته سلقته كده، ده على القانون تحت. وبعد كده كنت انا نقع الزفر قبلها بيوم، وسقطت الزفر كده زي ما انتم شايفين، وحطيت له بصله وطماطمايه وورق لورا وجزرايه. بعد كده هبدا بقى اعمل تسبيكه المحشي. معلقتين سمنه كده فلاحي، او السمنه اللي انت عاوزاها زي ما تحبي، بس هي سمنه الفلاحي بتظهر في المحشي بتخليه حلو. وانزلي بالتوابل على البصل وشوحي البصل حلو، بعد كده انزلي بالطماطم. بعد كده حطي بقى ملح في التسبيكة عشان تطلع ميتها، تضرب ميتها بحالها. وبعد كده قطعي بقى الكرنب بالتقطيع اللي انت عاوزاه، تحبي كبير صغير زي ما تحبي. واحشي الورق الاخضر الاول تحت، وخلي الابيض فوق، بحيث لما تيجي تغرفي يبقى ايه، يبقى الابيض كله نزل. مثلا لو سبت نص الحله يبقى الايه او ما غرفتي كده تغرفي الكرنب الابيض. بعد كده جبت الخضره وقطعتها، وجبت بهارات محشي من عند العطار، دي بجيبها على طول، غير البهارات اللي انا بحطها اللي هي المشكله في الصلصه. دي باحطها بقى على الرز وباقلّب، وابدأ إيه أحشي براحتي. وقرنين فلفل وتقطّعيهم برضُك تقطيعة صغيّرة كده، وتحطّيهم في على التسبيكة بتاعة المحشي. وبعد كده بقى إيه سوّيت المحشي وخلّيته يتشرّب، وسوّيته وطفيت عليه. قُلت بقى أنضّف المطبخ معاكم. مسكت أي حاجة على الرخامة وِحشة شِلتها، وبعد كده جِبت سلكة بالصابونة كده وغسلتها. وبعد كده لمّعتها بشوية خَل. ممكن تلمّعيها بشوية زيت، بس أنا ما باحبش الزيت الصراحة. باحب إيه ألمّع بالخَل، الخَل بيشيل أي حاجة وِحشة، وبيعقّمها وبيخلّيها نضيفة. وبعد كده بقى مسكت البوتاجاز، ده كده إيه، بعد ما خلّصت الأكل وكده، ما كنتش لسه حمّرت يعني البطة وكده. فقُلت بقى إيه أمّا أنضّف كده وأروّق إيه عقبال ما جوزي ييجي من الشغل. زي ما أنتم بقى شايفين كده. ممكن بقى تغسلي الحوامل برضُك، بس أنا ساعات بقى إيه بامسحها كده بالقماشة بنقطة خَل، بتبدأ إيه تدّيها لمعة معايا. وبعد كده بقى أحمّر الزفر، دي كنا بالليل زي ما أنتم بقى شايفين كده. أبدأ بقى أحمّر الزفر، بقى كسّلت الصراحة أحمّره في الفرن، فقُلت أحمّره بحتّة سمنة كده أهو، نقطّع المنابات كده واحمّرها في حتّة سمنة. ممكن بقى إيه تحمّري زي ما أنتِ عاوزة، ممكن تحطّي عليها صلصة وتحمّري في الفرن بتبقى جميلة. وساعات برضه كنت باحط عليها صلصة كده أهو من على وشّها، واحطّها في الطاسة بتدّي لون جميل، اللي أنا كنت عاملاها معاكم قبل كده. كنت حاطّة عليها صلصة وفي الطاسة برضه بتبقى حلوة برضه، بتبقى جميلة. بس دلوقتي ما كانش عندي صلصة فحمّرتها بحتّة سمنة وخلاص. ما حمّرتهاش أوي قد كده، فقُلت مش مشكلة. قطّعت بقى شوية خضرة كده وحطيتها على اللحمة. وبعد كده حطيت ليمونة على الشوربة، وغرفت بقى المحشي. قلت بقى أوريكم بقى المحشي، أشوف بقى قعر الحلة عامل إزاي، ولا لازق فيه ولا أي حاجة. أهم حاجة توطّي عليه النار خالص، ما تخلّوش إيه يشيط منِّك ولا أي حاجة، بحيث لو سخّنتيه بعد كده ما يبقاش شايط من تحت، أو ما تعرفيش تغرفيه أو كده. وكمان إيه ما تحطّيلوش، ممكن تحطّي له شوية زيت برضُك عشان مثلًا إيه يبقى ينزل معاكِ على طول، بس أنا ما كنتش حاطة زيت الصراحة يعني. وعملت بقى إيه كده كوبايتين شاي، نروح نخرج بقى نشربهم. بعد كده بقى إيه، بعد ما خلّصنا بقى كده، بدأت بقى إيه أروّق معاكم إيه الحوض والحنفية والحاجات دي. قُلت أغسلهم كده عشان كان شكلهم مش حلو. مسكت بقى زي ما أنتم شايفين كده الصواني اللي على الحنفية شِلتها عشان أغسلها. وبعد كده مسكت الحنفية بقى والحوض وكلّه، وقعدت بقى نغسل بالصابونة بالسلك والصابون، بس ما احطش أي حاجة. وبعد كده بقى بالمّعها برضه بقماشة وحبّة خَل. الخل أساسي عندِك في البيت، جميل أوي في الغسيل، في تعقيم الغسالة، في تعقيم البوتاجاز، تعقيم الرخام، أي حاجة. حتى الخشب برضه بنعقّم بيه برضه الخل، واللي هو المُعطّر اللي بنجيبه ده، بنحطّه عليه برضه بنلمّع بيه الخشب. الخل أساسي في أي حاجة، بيدّيكِ لمعة حلوة، بيشيل أي حاجة وِحشة، لو في دهون أي حاجة بيشيلها معاكِ. برضُك الرخامة زي ما أنتم شايفين بقى كده برضه، بدأت أغسلها. برضُك ما بالمّعهاش بزيت الصراحة، مع إن المفروض تتلمّع بزيت، بس أنا ما باحبش الزيت. مسحتها كده بالمساحة، وبعد كده عملتها بالحنفية. زي ما أنتم شايفين هي بقى لها ييجي 7 سنين كده والله ما عملتهاش بزيت أبدًا ولا أي حاجة. بنغسلها بس كده وبنمسحها. بس مش كل يوم باغسلها بالسلك، يعني مثلًا أمسحها بالقماشة مش عارفة إيه، مش كل يوم بالسلك، يعني مثلًا فين وفين كده أما أغسلها بالسلك، عشان اللمعة بتاعتها ما تروحش منها. وغسلت بقى الحوض كده زي ما أنتم شايفين، وأجيب بقى الصحن اللي فاضلة من العشا عشان أغسلها. أنا باحب أغسل أي حاجة، يعني مثلًا أغسل الحوض قبل ما أغسل المواعين، أغسل الرخام قبل ما أغسل المواعين، مش عارفة أنا اتعودت على كده. حتى برضه مثلًا هاعمل الأكل أهو، أنضّف البوتاجاز أو أغسله، وبعد كده إيه أقوم رايحة إيه أعمل الأكل. ما باحبش مثلًا إيه أغسل الحاجة الأول بعدين أعمل الأكل مثلًا وبعدين أغسل الحاجة، ما باحبش كده. فقوم كده زي ما أنتم شايفين جبت بقى المواعين بتاع العشا، وقمت مغسلة بالمرّة. قمت أغسلها معاكم ومخلّصها بقى. قولوا لي إيه رأيكم في الفيديوهات، لو عجبكم أي حاجة اكتبوا لي في التعليقات تحت. ويا ريت تعملوا لي اشتراك في القناة عشان قناتنا تكبر. زي ما أنتم بقى شايفين كده. قعدت بقى غسلت المواعين كده وخلّصتها. ده كان الروتين بتاع النهارده. دلوقتي بقى هنعمل حاجة بقى حلوة خالص،
فاكهة كده، اللي هي فاكهة مش عارفة اسمها إيه، بس اسمها عصير فاكهة أو حاجة زي كده، اللي هي سلطة فواكه، عفوًا سلطة فواكه. جِبت بقى الفواكه بقى كده، الفواكه اللي عندي